السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل الكبة او الكوبيبة زي ما بيسموها. دي طبعا من المقبلات بتاعة شهر رمضان المبارك. بنعملها مرة واحدة كمية وبنفرزها في الفريزر، وكل يوم برضو بنطلع على حسب عدد أفراد الأسرة. يا إما بنقليها يا إما بنحطها في الفرن، يا إما بعد طبعا ما بندهنها بزيت، يا إما بنحطها برضو في الاير فراير برضو بعد ما بندهنها بالزيت. شايفين يا جماعة؟ جميلة جدا جدا. شكلها لذيذ وبتفتح النفس، والأطفال بيحبوها جدا جدا. هنعملها بطريقة سهلة جدا، مش هنستخدم لحمة في العجينة. هنعملها بالبرغل زي ما انتم شايفين. جميلة جدا جدا. الكمية دي كوبايتين برغل وعليهم كوباية دقيق. تعالوا بينا نشوف الطريقة والمقادير. في اكتر من طريقة هتشوفوها، وكل واحد يعمل الطريقة المناسبة ليه. انا جربتها وطلعت جميلة جدا ومقرمشة. جربوها يا جماعة وقولوا لي رأيكم في التعليقات. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يبلغنا جميعا رمضان والجميع في احسن حال يا رب العالمين. اللهم امين. كل سنة وانتم طيبين. خليكم معايا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل الكبة ازاي بطريقة سهلة ومن غير ما نضيف لها اي لحوم، بطريقة سهلة وسريعة كمان. هنحط كوبايتين برغل. ادي البرغل بتاعنا، دي كوباية وادي الكوباية التانية. تمام. وهنضيف عليهم كوبايتين ونص مية مغلية. بعد ما نضيف عليهم المية المغلية هنسيبهم حوالي ساعة لحد ما حبات البرغل تتفتح وتطرى. وبعد كده هنشوف هنضيف عليهم ايه. هنقلبهم كده ببعض ونغطيهم ونسيبهم على جنب لمدة ساعة تقريبا، ونبقى نرجع لهم تاني. يا ريت اللي وصل معايا المرحلة دي من الفيديو اشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنستنى نسيبهم بقى شوية وبعد كده هنرجع لحضراتكم مرة تاني. خليكم معايا. وادي البرغل بتاعنا بعد ما عدى عليه ساعة في المية المغلية. هنضيف عليه دلوقتي يا جماعة كوباية دقيق، نفس معيار الكوباية اللي كنا معايرين بيها البرغل. وهنضيف عليه كمان مجموعة بهارات كده مشكلة، جنزبيل وبصل بودرة وزعتر وتوابل اللحمة اهي، هنحطها برضو عليه. وهنضيف كمان، هنقلب بس الاول كويس، وبعد كده هنضيف نص كوباية زيت. في ناس بتحط نشا، في ناس بتحط بطاطس، في ناس بقى بتحط الطريقة اللي هي الأصلية اللي هي اللحمة. لكن في ناس كانت بتشتكي ان هي بتبوظ منها بتفك. فاحنا هنجرب الطريقة دي وبعد كده هناخدها هنضربها في الكبة بتاعتنا ونرجع نوريها لحضراتكم تاني بعد ما نضربها كويس جدا جدا في الكبة. ولو عايزت يا جماعة شوية مية ممكن نضيف لها لحد ما تتحول لعجينة، بس ما ننساش ان احنا هنضيف الزيت. خليكم معايا. ادي العجينة يا جماعة بتاعت الكبة بعد ما خلطناها مع الدقيق ودخلناها عملناها في الكبة. شايفين عاملة ازاي؟ شايفين هي كده مكونين البرغل لما اتبل مع الدقيق، كوباية دقيق. شايفين عاملة ازاي؟ جميلة جدا. وضفنا لها
نص كوباية زيت. فزي ما انتوا شايفينها كده. عملنا كمان بقى، جهزنا الحشوة اهي، هنوريها لحضراتكم. الحشوة طبعا سهلة جدا. اللحمة بتاعتنا المعصجة اللي بنعصجها عادية جدا زي ما انتوا عارفين حضراتكم كلكم بتحضروها. اللحمة بتتحط على معلقة الزيت في الصينية، وبتتقلب لحد ما تشرب المية كلها. وبعد كده بنضيف البصل، اللي عنده شوية سوداني يضيفهم، اللي عنده اي نوع حاجة عايزين تضيفوها، شوية جزر مبشور، شوية خضرة متقطعة بنضيفها، وبنتبل التتبيلة اللي احنا عايزينها. اصبحت الحشوة بتاعتنا اهي زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بنستنى لما العجينة بتاعتنا تستريح شوية علشان نعرف نشكلها زي الكفتة كده. اما بنسيبها تتشمع دي برضو بنسيبها تستريح، لان بتبقى الاول طرية قوي. صبعنا شوية اهم زي ما حضراتكم شايفين اهو بالشكل ده. كل واحد بقى يا جماعة يعني مش هنقف على طريقة تصبيع. شايفين ادي كورة مثلا، انا طبعا حاشيها في النص الحشوة بتاعتها، ادي الشكل ده. اي شكل حضراتكم عايزين تعملوه بتعملوه. بنحطها بعيدة عن بعضها علشان ما تلزقش ببعضها، وبندخلها بندخلها الفريزر لحد ما تتجمد. يعني انا ما اقدرش احطها على بعضها وهي عجين كده، لازم اجمدها الاول وتبقى متلجة، وبعد كده احطها في اكياس على حسب عدد افراد الاسرة. لان هي مش بتتعمل بكمية يا جماعة، هي بتتعمل يا دوبك كل واحد كل فرد واحدة. بناخد حتة العجينة كده ونضغط عليها في ايدينا، وبنفضل بالشكل ده كده، عشان طبعا ماسكة الكاميرا بايدي اهي. شايفين الشكل ده؟ بنبدأ نحط فيه شوية من الحشوة بتاعتنا، نملاها، وبعد كده نروح قافلين عليها بكل سهولة ولا اي حاجة. مش مهم الشكل، المهم انها تعجب حضراتكم وتعملوا الكمية. بتطلع بقى مثلا 20 واحدة، 30، 40. بنقسمها على عدد الأكياس بتاعتنا، بس بعد ما ندخلها الفريزر الأول علشان تجمد. سهلة جدا جدا. جربوها وقولولي رأيكم في التعليقات. يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم، ويا رب تشتركوا في القناة. على فكرة انا عايزة اقول لكم ان انا جربت منها، سويت منها اهو. شايفين اللي استوت؟ شايفين جميلة ازاي؟ جربوا يا جماعة الطريقة دي هتعجبكم. ولا حطينا لحمة في العجينة ولا حطينا اي حاجة، هي دوبك الحشوة اللي في النص. وتعجبكم ان شاء الله. جربوها وقولوا لي رأيكم. والى اللقاء في فيديو جديد. اشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.